حكاية فيلمنا بتبدأ مع واحد من عجائب الدنيا، سور الصين العظيم. وهنتكلم عن أسطورة من الأساطير الكتير اللي اتقالت عليه. لو عجبتك الحكاية متنساش لايك وسبسكرايب لقناة حكاية فيلم. وعلى طول بنبدأ حكايتنا مع ويليام وتوفار، واللي بيحاولوا ان هم يهربوا من مجموعة من القتلة الصينيين اللي بيجروا وراهم وبيحاولوا ان هم يقتلوهم، وقدروا ان هم يهربوا منهم عن طريق خدعة، عن طريق الخيل اللي موجود معاهم. وبعد ما هربوا منهم بيحاولوا مرة تانية انهم يوصلوا للمكان اللي بيدوروا عليه، لكن بيستخبوا في كهف من الكهوف. وفجأة بتحصل عليهم حاجة غريبة وهم موجودين بيتناقشوا مع بعض على مغناطيس موجود. فبيقرر ويليام ان هو ياخده. بيهاجمهم كائن غريب. ويليام بيقول لتوفار ان الكائن ده مش بشر واكيد هو بيصطاد، وبيقدر ويليام انه يوجه له ضربات كتيره وبيقدر انه يقتله. وكمان قطع دراعه وهياخد الدراع دي معاه عشان حد يقول له الدراع دي بتاعت ايه. وبعد خروجهم من الكهف بيلاقوا ان القبائل الصينيه بتحاول انها تهاجمهم مره تانية، لكن فجاه بيلاقوا نفسهم قدام سور الصين العظيم وقدام جيش اخويه المجهول. فبيضطروا ان هم يسلموا نفسهم لقوات الجيش. وبعد اجتماع من قادة الجيش وقدروا ان هم يحددوا الايد دي عبارة عن ايه، ابتدوا ان هم يحاولوا يتناقشوا معاهم ازاي قدروا ان هم يحصلوا عليها. ويليام قال لهم ان انا قتلت الكائن ده وخدت الايد بتاعته. هيبتدوا يعرفوا ان الهجوم هيحصل بدري جدا عن ما كانوا بيتوقعوه، وكانوا هيقرروا قتلهم لولا قائد الجيش اللواء شين، واللي ابتدى يقول لهم لازم ان احنا نحتفظ بيهم. وطبعا المحقق وينغ كان بيقول له كده، وفجأة بيحصل انذار بهجوم عليهم من التاوتي. فبيقرروا ان هم ياخدوهم للسجن. وبنشوف قد ايه السور ده عظيم جدا، وفي طريقهم للسجن البوابة مش بتتفتح معاهم، فبيضطروا ان هم يحتفظوا بيهم على السور اثناء المعركة. وهنا بتبتدي الحرب تحصل عليهم، وكل القوات اللي موجودة على السور بتبتدي انها تاخد الاماكن بتاعتها. وبيعجب جدا ويليام بقوة الجيش ده. فجأة بنلاقي ان الكرات النارية بيبتدوا ان هم يحدفوها على كائنات التوتي بحيث ان هم يقدروا يوقفوا التقدم بتاعهم. لكن طبعا الجيش بتاع التوتي عدده كبير جدا، وده سبب خسائر كبيرة في القوات اللي موجودة على السور. وهنا بتظهر الملكة بتاعتهم واللي بتديهم اوامر باقتحام السور، وبيحاولوا ان هم يهاجموا الملكة، لكن القوات الحرس بتاعتها بتقدر انها تمنع الهجوم عليها، وبتدي تعليمات لجيش التوتي ان هم يهاجموا السور. وفعلا بتنجح كائنات منه انها تطلع فوق السور وبتحاول تخطف عدد من الجنود. وهنا ويليام بعد ما تفك القيود بتاعته بيحاول هو وصديقه بوتيفار ان هم يهاجموا الكائنات دي، وقدروا ان هم يحققوا نصر كبير جدا عليها. وقدروا ان هم كمان يهزموا عدد كبير جدا من الكائنات دي عن طريق مهارة ويليام في القوس. وملكة التوتي بتديهم تعليمات بالانسحاب، وخدوا كل القتلى بتاعتهم وانسحبوا. طبعا اعجب اللواء شاو بشجاعة ويليام وشجاعة صديقه، وامر لهم كمان بالراحة. وهنا القائدة لين بتبتدي تاخد تعليمات من اللواء شاو ان هم يبتدوا يحتفظوا بيهم. ولو ان في واحد اسمه بالارد كان موجود من 25 سنة، كان جاي برضو بيدور على المسحوق الاسود اللي هم جايين بيدوروا عليه ومازال محتجز. وعملوا لهم تكريم بسبب شجاعتهم في المعركة. وفي التكريم اعجب جدا اللواء شاو بمهارة ويليام، وطلب واحد منهم ان هم يعيد مهارته تاني عليهم. وهيبتدي ويليام يطلب من صديقه بوتيفار مساعدته في ان هو يظهر مهارته مرة تانية قدام الجيش الصيني. وفعلا ويليام بيبتدي انه يثبت المهارة بتاعته لكل الموجودين واللي بيعجبوا بيه. والقائدة لين بتبتدي انها تتكلم معاه وتحاول تعرف منه هو جاي ليه، وان هو كان بيحارب لمجرد الطعام. وبتاخده فوق السور مع الفرقة بتاعتها، وبتحاول تقنعه بمبدأه وهو سين رين، وهو الشجاعة والإيمان في نفس الوقت. ولكن ويليام رفض وقال لها انا ما بثقش في حد. وهيلاقوا ان بالارد بعد كده بيوريهم المسحوق الاسود وبيقول لهم احنا نقدر ان احنا نسرقه، لكن لازم نستنى اللحظه المناسبه في هجوم التوتي عشان نقدر نهرب. بعد كده المحقق وينغ قدر يوصل ان المغناطيس ده هو السبب في ان هو يوقف جيش التوتي، وحكى لهم ان التوتي ده كان موجودين بسبب امبراطور صيني جشع قبل كده، وبيظهروا كل 60 سنة بيهاجموا السور، واحنا هنا موجودين عشان نحمي العاصمة. فجأة بيحصل انذار مرة تانية، قوات البرج الغربي مش موجود. فبيضطر اللواء شاو والقائدة لين مع مجموعة من الجيش ان هم يتفقدوا الموضوع. وهنا اللواء شاو بيضحي بنفسه عشان ينقذ القائدة لين، وبيبتدي يديهم تعليمات انها هتكون القائدة من بعده، وهي اللي هتكون لواء قوات اخوية المجهول. والقادة كلهم بتقسم لها بالولاء. وبعد كده بيبتدوا يودعوا اللواء شاو عن طريق المناطيد الموجودة معاهم.
وبيبتدي يعملوا له حفلة رثاء كبيرة جدا. وبعدها بيوصل مبعوث من الامبراطورية وقال لهم ان احنا عايزين نمسك واحد عشان نطبق عليه التجارب ودي اوامر الامبراطور. وهنا هيبتدي ويليام ينصحهم ازاي ان احنا نقدر نصطاد واحد من التوتي. لكن الكلام ده ما عجبش صديقه، واللي ابتدى ان هو يقول له ان انت قاتل ونسيت نفسك. بعدها بتبتدي الحرب مرة تانية وهجوم التوتي، وكان بالارد وهنا وصديقه مستنيين ويليام عشان يهربوا. لكن ويليام هيفضل موجود على السور وبيشوف الحرب اللي موجودة، والتاني مرة الجيش التوتي بيحاول ان هو يقتحم السور وبيطبقوا فكرة ويليام وبيحاولوا ان هم يصطادوا واحد منهم. لكن لآخر لحظة الرمح الأخير واللي كان مصطاد واحد من التوتي بيتدخل ويليام وبيديهم أوامر بأنهم لازم يفصلوه عن باقي زمايله ولازم يبعدوا باقي قوات التوتي عنه. وفعلا هيبتدي ويليام انه ينزل عن طريق الحبل اللي موجود ويستخدم السلسلة عشان يوصل للتوتي، وبعد كده بيبتدي ان هو يربطه وبيدي تعليمات للين عشان تسحبه. وصديقه بوتيفار بيتدخل في اخر لحظة وبينقذه، وهيضطر ويليام هنا ان هو يرسل اسهم للقائدة لين عشان تنقذهم، ولين هتدي تعليماتها باستخدام المسحوق الاسود عشان تنقذ ويليام وصديقه. وفعلا بيحصل انفجارات كبيرة جدا، وعن طريق بوابة سرية بيظهروا مرة تانية وبيسحبوا ويليام وصديقه والكائن ده لداخل السور. وبتبتدي انها تتكلم مرة تانية مع ويليام، واللي قال لها عن طريق مبدأ سينرين قدر ان هو يجيب الكائن ده. وبيجربوا المغناطيس عليه، ومبعوث الامبراطور قال لهم ان احنا لازم ناخده للعاصمة عشان نجرب عليه التجارب هناك. وبوتيفار مازال بيتخانق مع ويليام عشان كان مستنيهم ان هم يهربوا، والتوتي بيبتدوا ان هم يهاجموا مرة تانية. لكن المرة دي بينزل الجيش مش بيلاقي كائنات التوتي اللي قدرت انها تحفر نفق تحت السور وراحت للعاصمة. وهنا المحقق وونغ هيبتدي يقول لهم لازم نستخدم المناطيد عشان نوصل لهم مرة تانية وعشان نقدر نحاربهم قبل ما يدخلوا العاصمة. وكان بالارد وبوتيفار بيحاولوا ان هم يهربوا، كان في جندي من الجنود قادر ان هو يشوفهم. ويليام حاول ان هو يوقفهم لكن قدروا ان هم يضربوه ويبعدوه عنهم، وهربوا بالمسحوق الاسود اللي موجود معاهم. وهيبتدي يقبضوا على ويليام عشان يعرفوا منه ايه اللي حصل. ويليام هينكر ان هو كان ليه يد في الموضوع، وهيقول ان انا كنت بحاول اوقفهم، وهيظهر الجندي اللي شافهم وهيعترف باللي حصل وهيقول لهم ان ويليام فعلا كان بيحاول يوقفهم. وهتبتدي القائدة لين تدي تعليمات بحجزه، وهتدي كمان تعليمات ان هم يطاردوا الهاربين. وهنروح للعاصمة وهنلاقي ان الامبراطور معجب جدا بالكائن الموجود معاهم، وهنلاقي ان بالارد بيضحك كمان على بوتيفار وبيحاول يهرب منه واستخدم الخيول اللي موجودة معاه عشان يبعد عنه، لكن وقع في القبائل الصينية واللي عشان جهلها بالمسحوق الاسود فجرت كل المكان الموجودة فيه. وبوتيفار رجع للخيول لكن كان القوات المجهول وراه. وهنرجع للقائدة لين واللي بتستخدم كل المناطيد اللي موجودة معاها وبتستخدم الجيش بتاعها عشان تحاول تلحق كائنات التوتة قبل ما يوصلوا للعاصمة. وبعد ما تم الافراج عن ويليام بيختار ان هو يروح ورا القائدة لين وقال لهم انا محتاج القوس بتاعي، والجندي هيعرض عليه ان هو ينضم ليه. وهنلاقي ان الملكة بتوجه تعليماتها باقتحام العاصمة وقربوا جدا منها بعد ما قدروا يحددوا مكان الكائن اللي موجود مع الامبراطور. وبتوصل القائدة لين والجيش بتاعها، لكن بتلاقي ان كائنات التوتي منتشرة في كل مكان. وفي اخر لحظة ويليام بيتدخل وبينقذ القائدة لين منهم وبيستخدم المسحوق الاسود عشان يبعدهم عنها. وهنلاقي هنا ان المحقق وانغ لاحظ ان الملكة بتتغذى وقال لهم طول ما هي بتتغذى استحالة الجيش بتاعها يهاجم. وبتوصل القائدة لين للامبراطور وبتطلب منه انها تاخد الكائن اللي موجود عشان خاطر لازم يوصلوه للملكة عشان يقضوا عليها، وده الحل الوحيد عشان يهزموه. وعن طريق قناة سرية موجودة قدروا ان هم يدخلوها، لكن حصل هجوم عليهم من التوتي. وفي اخر لحظة بيضحي بنفسه الجندي اللي كان موجود معاهم وبيفجر نفسه في الكائنات اللي موجودة في القناة. والمحقق وانغ بيبتدي ان هو يفوق الكائن اللي موجود معاهم، وبعد ما اكلوه بيسيبوه يهرب عشان يروح ناحية الملكة. والحراس بتاعة الملكة بترفض دخوله، وابتدوا ان هم يطلعوا فوق اعلى البرج اللي موجود عشان يحاولوا يقتلوا الملكة. لكن الحراس اللي موجودة بتحاول انها تحميها، والملكة بتدي تعليماتها للجيش بمهاجمة جميع الابراج اللي موجودة. وهاجموا البرج اللي موجود فيه ويليام والقائدة لين. ويليام بيحاول مرة تانية انه يقتل الملكة، لكن الملكة شافته فبتقرر انها تهاجم البرج ده بس بكل القوات اللي موجودة. ويليام والقائدة لين في اخر لحظة بيقرروا الخروج من البرج، وقدروا ان هم ينجحوا انهم يوصلوا المغناطيس والمسحوق الاسود اللي موجود معاهم للملكة وفجروها. وبكده كل قوات التوتي اللي موجودة والكائنات الوحشية بيتم القضاء عليها وبتموت في اللحظة. وبيرجع ويليام للسور واللي رجع لصديقه بوتيفار وقال له ان الامبراطور اداني كل المسحوق الاسود اللي انا هكون محتاجه، او خيرني ان انا
اخلصك من الزنزانة. وقرر ان هو يختار صديقه، وبيودع القائدة لين، وبيبتدي ان هو يرجع مرة تانية هو وصديقه للمكان بتاعهم مرة تانية في حراسة الجيش الصيني. ودي كانت نهاية حكايتنا مع فيلم ذا جريت وول.